السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام خطوة بخطوة من أول التنظيف لحد ما نتبله ونحشيه كمان، وهقول لكم كل أسرار تنظيف الحمام بطريقة سهلة ومن غير زفارة، وكمان هنعرف يعني ايه توريق الحمام وازاي نحشيه صح. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تطلعوا الحمام بأحلى نتيجة. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. أول حاجة هنغسل الحمام كويس جدا تحت المية الباردة علشان نتخلص من أي ريش متبقي في الحمام. هننقع الحمام في خل وملح، هنجيب مية باردة ونضيف عليها خل وملح ونخلطهم كويس جدا ونخلي الحمام فيها لمدة ساعة تقريبا. ده بيساعد على تنظيف الحمام بشكل أفضل وبيقضي على أي روايح. ممكن تنقع الحمام في مية وملح وليمون. بعد ما ننقع الحمام في المية نصفي الحمام من المية دي ونغسله كويس جدا بمية باردة ونسيبه في مصفى يتصفى، ويبقى كده الحمام جاهز معانا. نبدأ بقى نطعم الحمام ببصلة مبشورة أو نقطعها قطع صغيرة بالسكينة، عليها نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات. دي أول خطوة هنعملها، حتى لو هتشيل الحمام في الفريزر لازم تغسليه كويس قوي وبعدين تطعميه بالبصل اللي عليه ملح وفلفل أسود وتشيليه في الفريزر على كده. الخطوة دي ما تخليش الحمام زفر معاكي أبدا. ونقلب البصل مع التوابل كويس جدا لحد ما التوابل تدخل جوه البصل. هنبدأ بقى نجيب الحمام ونطعمه بالبصل اللي عليه التوابل وندهن كده الحمامية من بره ومن جوه وتحت الجلد. انا كنت مورقه الحمام يعني بصوابع كده فاتحه بين اللحم والجلد بتاع الحمام. ببدأ بقى ادخل البصل ما بين اللحم والجلد وبره كمان الحمامية، بندعك الحمامية كويس جدا بالبصل علشان اي ريحة زفارة. الحركة دي بتدي طعم حلو قوي للحمام. بعد ما طعمنا الحمام بالبصل اللي عليه التوابل نسيبه بقى ونروح نحضر الحشوة. طاسة على النار هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعايا بصلة مقطعها قطع صغيرة خالص ونقلبها لحد ما تدبل معانا، وننزل عليها بالقوانص الأول لأن القوانص بتاخد وقت في التسوية عن الكبدة. وننزل بالكبدة أول ما نلاقي القوانص لونها غير كده معانا ونقلبها كويس جدا ونشوحهم مع بعض. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، رشة ملح، رشة فلفل اسود. كل ما بتحطي فلفل اسود في الحشوة بتاع الحمام بتدي طعم تحفة. رشة من السبع بهارات وضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة. ونقلب كويس جدا يعني دقيقتين 3 كده لحد ما التوابل تدخل جوه البصل والكبد والقوانص. ونبدأ نجهز عندنا كوباية من الرز. انا مستخدمة رز مصري عادي خالص وغسلته وصفيته كويس جدا من المية اللي فيه، ونديله كده تقلبتين مع الكبد والقوانص وبعدين هنضيف عليهم كوباية ونص من المية السخنة. انا كمية الرز دي حشت معايا 6 حمامات. معلومة مهمة جدا وانتي بتيجي تختاري الحمام، تختاري الحمام اللي هو الصغير، ما يكونش الحمام اللي هو سنه كبير علشان بياخد وقت كبير في التسوية. فتختاري الحمام اللي هو سنه صغير علشان يبقى سهل معاكي في التسوية ويبقى طعمه احلى بكتير. بعد ما قلبت الرز حوالي 5 دقايق على النار هنتش الرز بكوباية ونص من المية السخنة، نديله تقلبتين كده ونغطي الرز. الرز هنا مش بيستوي، احنا اول ما الرز يتشرب المية هنقفل عليه النار ونشيله. خلاص كده الرز اتشرب معانا المية. هبدأ اجيب صينية واسعة واكب فيها الرز علشان الرز يبرد معايا ونبدأ نحشي الحمام. معلومة مهمة جدا، اوعي تحشي الحمام والرز سخن، لازم تخلي الرز يبرد خالص وبعدين نبدأ نحشي الحمام. يبقى احنا بنسيب الرز يبرد قبل الحشو عشان لو حشينا بيه وهو سخن هيسوي الحمام من جوه بسرعة جدا، وده ممكن يخلي الجلد يتقطع او الحمام يفتح اثناء السلق او التحمير. وكمان السخونة ممكن تخلي الجلد يطرى زيادة عن اللزوم. غير كده الرز لو سخن ممكن يكمل سوا جوه الحمامة ويطلع معجن معانا، لكن لو الرز برد بنضمن ان هو هياخد سوا جوه الحمامة بشكل مظبوط ومش هيكلكع معانا. هنا بقى بنحشي بطن الحمامة بالرز وبنحشي ما بين الجلد واللحم. انا مورقه الحمام يعني بصوابعي فاتحه بينه وبين الجلد واللحم. ببدأ ادخل بقى الرز ما بين الجلد واللحم وبحشيه كويس جدا، وباجي عند الزور وبحشي برضو
وبعدين بنكتف الرجلين زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بنعمل علامة اكس بالرجلين فوق بعض كده. نكتف الجناحات على ورا كده ونشيل اي رز زيادة على الحمامة من بره. بعد ما حشيت كل كمية الحمام اللي عندي، نبدأ ان احنا بقى نجيب حلة على النار ونحط فيها مية سخنة. هنحتاج طماطماية متقطعة 3/4 وكمان بصلاية وقرن فلفل حراق وجزراية صغيرة هنقطعها برضو، ورق لورا وعود قرفة، فلفل اسود حصى علشان المرقة ما تسودش معانا، ومعلقة صغيرة من الملح. وننزل الحمام والمية تكون سخنة جدا وبتغلي علشان الحمام اول ما ننزله يقفل معانا على طول ومفيش رز يخرج من الحمام. نغطي على الحمام على طول اول ما ننزله علشان الحرارة بتاع المية ما تقلش معانا، وبيقعد حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة. بنطلع الحمام من الحلة ونبدأ ان احنا نصفيه، وخدته وحطيته في الصاج. انا هنا هشوي الحمام مش هحمره. لو حابين تحمروا الحمام هنجيب زيت غزير ويكون سخن جدا جدا، ونبدأ ان احنا الاول ندهن الحمام يا اما باللبن يا اما نعفر الحمام في الدقيق، يعني نقلب الحمامية كده في الدقيق. ده بيخليها تاخد لون دهبي حلو جدا بعد ما نحمرها في الزيت. بعد ما رصيت الحمام في الصاج جبت معلقة صغيرة من الصلصة، عليها معلقة زيت، عليها نص معلقة صغيرة من البابريكا، وقلبتهم على بعض وبدأت أدهن الحمامية من كل جهة. وبعد ما بخلصها ببدأ ان انا ادخلها الفرن، والفرن ده يكون مسخن مسبقا على حرارة عالية جدا. بدخله في الرف اللي في النص حسب حرارة الفرن بتاعك. كنت مدخلاه على حرارة 250. بيبقى شكله تحفة زي ما انتوا شايفين كده، والطعم بجد خطير يا جماعة، جربوها هيعجبكم جدا. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.